كانت الفتاة تغش. كتبت الإجابات على الممحات ثم حركت الممحات خلفها بلمسة خفيفة من سبابتها. استطاع الطلاب خلفها رؤية الإجابات. في تلك اللحظة طارت قطعة طباشير نحوها وضربتها. حذرها المعلم من أن التحدث مع الآخرين أثناء الامتحان ممنوع، ومن يضبط وهو يغش ستكون درجته صفرا. كانت تحت مراقبة المعلم المشرف فغيرت استراتيجيتها على الفور. التقطت قلمها وخربشت على ورقة الامتحان لتشتيت انتباهه، ثم خلعت حذاءها وألقت الممحات داخلها. فجأة لفت الصوت الخافت انتباه المعلم. فزعت ووضعت قدمها في الحذاء على الفور، لكن المعلم كان قد وصل إلى مكتبه. نظر تحت الطاولة ثم انحنى. هل يعقل أن الفتاة قد ضبطت وهي تغش؟ فجأة التقط المشرف الطباشير فقط ثم استرخت. بعد أن غادر المعلم ركلت الحذاء خلفها. استطاع الطلاب خلفها رؤية الحذاء برفع قدمها، وهكذا أكملوا الغش. وعندما كانوا سعداء بالحصول على درجات عالية اقترب منهم المعلم المشرف من الخلف. قال إنه سيراقبهم عن كثب خلال الامتحان التالي، لكن الفتاة لم تكن متوترة، فقد كانت لديها خطة في ذهنها بالفعل. وسرعان ما بدأ الامتحان التالي. أولا وضعت علامة على ورقة الامتحان، ثم رفعت رأسها فوجدت المعلم المشرف يحدق بها. اقترب المعلم وأمسك بيدها. التقط دليل الغش، ولكن عندما فتح المعلم الممحاة أخافته محتوياتها بشدة.